اهلا بيكم في عشوائيه لعبه ريزن ايفل 4 ريميك. انتوا مش متخيلين انا كنت مستني اللعبه دي قد ايه لغايه لما جمعت للجهاز ده علشان العب اللعبه دي. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. واكيد في واحد متخلف هيفصلني ويقول لي يا اسطى مش في جزء 9 لسه نازل من كام شهر. في حد عايز يرجع للجزء الرابع يعني؟ ده نازل من 3 سنين يعني. اوكي بعيد عن الهزار صراحه يا جماعه انا دمي اتحرق فشخ الصراحه، لان الجزء التاسع نزل وانا ما كانش معايا جهاز قوي ساعتها، ولكن الحمد لله بعد لما ربنا كرمني بالجهاز ده جات لي فكره الصراحه عجبتني قوي. بما ان الجزء التاسع نزل قررت العب الجزء الرابع. ليه؟ لان بطل القصه اصلا هم نفس الشخص في الجزء الرابع والتاسع، ليون كينيدي. هنا بقى قررت العب الجزء الرابع علشان اعمل مقارنه بشخصيه ليون لما كان في الجزء الرابع وشخصيته كمان في الجزء التاسع علشان اعرف الفرق ما بينهم، وهي دي حكمتي في لعب الجزء الرابع دلوقتي. وغير كده كتفهم الهايب، انا كنت بحارب حرفيا عشان ما احرقش على نفسي اي جزء من اللعبه. كميه الفيديوهات اللي كانت بتكسر السوشيال ميديا على ليون كانت مخلاني افتح بوقي من كميه الحلاوه، وبطريقه ما بقيت بسم على الاخ ليه. فتجربتي هنا بقى هتكون مع الجزء الرابع، ازاي شخصيه ليون هتتطور بين كده في الجزء الرابع لكده في الجزء التاسع، بحيث ان انا اول ما اخلص اللعبه بليون الشاب هتارجت على طول الجزء التاسع ومحدش هيوقفني. فلو عجبكم العشوائيه دي من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وتقولوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في الموضوع ده. ويلا بينا على الفيديو.